السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة أول يوم كلية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وبسببه لا قدر الله ممكن اوت بره الكلية على طول، بجد بدون مبالغة. تمام. ايه الموضوع ده؟ الموضوع هيكون تحت حاجتين ان شاء الله، واحكي لكم قصة. في طالب عملها السنة دي، او يعني حد انا اعرفه شخصيا وقريبي شغال في الموضوع ده او بيعمل الموضوع ده دلوقتي، وهيدمره اصلا في المستقبل. تمام. نبدأ بالحاجة اللي لا قدر الله ممكن تخرجك من الكلية. الموضوع هيكون ليه الشباب اكتر، لاني بصراحة ما شفتهاش حصلت مع البنات تقريبا يعني. وهو يا صاحبي انك اوعى تتخانق في الكلية. لا يا عم، انا بشوف افلام كتير وان هما بيتخانقوا وببان البطل قدام البنت والبنت بتعجب بيا. راجل اعمل كده في الكلية. بتوع الامن يا باشا يجولك كده من على البوابة، يجولك كده يخشوا الكلية يجيبوك من ايدك بقى قدام الدفعة كلها. مش هتقدر على فكرة تعمل حاجة معاهم يعني. اقل حاجة هتعملها معاهم هتلاقي نفسك على طول بره الكلية والملف بتاعك يترمي، وروح بقى انت دور على كلية تاني تقدم فيها. فده لو الموضوع ما اتحلش ودي بقى وبالهداوة، وما تجيبش حد معاك من بره الكلية تدخله والامن يقفشك عشان هيتروق عليك. بجد يعني ممكن تدخل نفسك في حوارات انت مش قدها. بتوع الامن يا جدعان محدش يستقل بيهم خالص، لانهم لو عايزين يعملوا فيك اي حاجة هيعملوها. تمام. طول ما انت محترم هم يبقوا محترمين معاك على فكرة، وبتوع الامن طيبين وبتضحكوا وتهزروا مع بعض، ولكن كل حاجة ولها حدودها برضو. بيبقوا ناس دي شغلانتهم، هم مكلفين ان هم يحموا الكلية من اي حد مثلا غريب يخش الكلية، من اي خناقة، من اي حاجة. فما تفكرش ان اللي بيحصل في الافلام الهندي والافلام الاجنبي ان ده حقيقي، او في الافلام العربي احيانا ان ده هيبقى ايه. ده هيبقى ان انت اما تعمل حركة كده هتبقى برنس في الكلية. بجد اقل حاجة تتعمل معاك هياخدوك يروحوا محولينك ليه يا عميد الكلية، يحولوك لوكيل شؤون الطلاب. وساعتها بقى هم يتعاملوا معاك ويبتدوا يشوفوا منك الموضوع، وهم بقى اللي يقرروا يا الملف بتاعك يترمي بره بالسلامة وشوف لك كلية تانية، يا اما تتحرم من دخول الكليه فتره معينه. وفي ناس بيعملوا مثلا حاجات في الكليه فاسمهم كده ومش عارف صورتهم بتتحط على باب الكليه كبلاك ليست او القائمه السوداء. يعني انتوا كده عارفين انتوا اللي داخل واللي طالع بيتفرج عليكم من الاخر، فما مش هيبقى فيه ذل بعد كده يعني. انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ فما حدش بقى يفكر ان هو يروح الكليه يتخانق، لا خليكم محترمين مع بعض واحترموا بعض عشان الناس كلها تحترمكم ومحدش يتعرض لا قدر الله لموقف زي ده. تمام. نيجي لنقطة تانية، وهي نقطة اللي هو يعني صاحبي او قريبي ده شغال فيها دلوقتي. تمام. هو لسه رايح اولى معهد تمام. والمعهد زيه زي الكليه برضو، يعني انا بتكلم في ان حد رايح حاجه جديده عليه. المهم هو عمل ايه؟ عمل جروب على الواتس ومش عارف البنات اللي داخلين نفس في المعهد معاه يعني ضافهم في الجروب، او هم ضافوا نفسهم في الجروب والشباب التانيين وحوارات زي دي. تمام. اولا ما حدش يعمل جروب ويريح دماغه عشان ما تشغلوش نفسكم بالجروب، ومش عارف مين اتكلم ومين قال ايه ومين عاد ايه ومين زاد ايه، وفي مشاكل حصلت وفي طالب دخل لطالبة وفي طالبة مش عارف ايه والحاجات اللي احنا يعني اللي انتوا هتشوفوها في الجروبات دي. تمام. فريحوا نفسكم. انا بقول لكمش ما تنضموش لجروبات، لا على فكرة جروبات الواتس بتبقى مفيدة وبينزل عليها المحاضرات وبينزل عليها حاجات كتير. وما اعتقدش ان هي تبقى مفيدة قوي، بس هي مفيدة عشان نبقى متفقين. تمام. ولكن السنة دي النظام بيقولوا هيبقى 3 ايام في الكليات العلمية اللي هتبقى من ضمنهم طبعا زراعة، ويومين للكليات الأدبية. يعني 3 أيام والباقي هيكون في البيت دراسة من البيت، وبالنسبة للأدبي يومين والدراسة هتكون من البيت. تمام. فأنتوا بلاش يعني، هو طبعا هو غلط غلطة كبيرة لأنه دخل نفسه في حوارات، وفي ناس بتخش له تقول له مش عارف في شباب دخلوا لنا، وهو هيبتدي بقى إيه يعني، بقى رئيس جمهورية الجروب بتاعه اللي هو عامله ده. تمام. فهو بقى يبتدي يشوف مين اللي مش عارف في مشاكل بين مين ومين ويقعد يحلهم ومش هيذاكر. وهو بنفسه قالها لي، قال لي يا عم هو ايه بقى لو شلت في المعهد؟ فهو داخل دخله اصلا غلط جدا جدا جدا. فاللي حابب بقى يعمل جروب، لو هيعملوا يعملوا المساعده ويكون عامله جروب مغلق. تمام. مغلق يعني لو حابب ينزل عليه حاجات ومش عايز الناس تقعد تتكلم مع بعض يعمل ده. ولكن ما تدخلش نفسك في حوارات زي ما هو دخل نفسه في حوارات، وللاسف هو ماشي في طريق غلط. و ما انا مش بتكلم غيبه ونميمه لاني ايه، او في اعتقادي يعني، لان انا ما ذكرتش اسمه ولا ذكرت اي حاجه ولا حد اصلا يعرف هو مين ده. ولكن اديني بعرفكم عشان ما حدش يقع في نفس الغلطه دي. وممكن اصلا لما اقابله اقول له ان انا
يعني ذكرت الموضوع بتاعه في الفيديو ده. تمام. نيجي بقى لنقطة تالتة وأهم حاجة النهاردة برضو. هو أنا لما أخش الكلية أصاحب بنات كتير والبنت هصاحب ولاد كتير؟ بصوا، في النقطة دي أنا مش شيخ. تمام، أنا مش شيخ، أنا هتكلم كطالب وبغلط. أنا بغلط. تمام، أنا مش يعني مش عارف أقولها لكم إزاي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر البشر المعصومين، أو كان آخر الأنبياء اللي هم الأنبياء اللي هم معصوميتهم. تمام، فأنا بأخطئ وبصيب، ولكن أنا هديكم نصيحة لوجه الله. هو الموضوع بيبتدي ازاي؟ الموضوع بيبتدي ان ولد مثلا او بنت. تمام، بنت محتاجة مساعدة فالولد ساعدها فشكرا فالعفو. فبعدين مثلا مرة تانية اتكلموا. المهم الموضوع بيجي ازاي؟ على رأي احمد شوقي ربنا يرحمه لما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ففراق يكون فيه دواء، او فراق يكون منه الداء. تمام، بمعنى اصح اول حاجه بتيجي نظره، بعدين الواحد بيبتسم، بعدين سلام، بعدين كلام، بعدين موعد، وبعدين لقاء. تمام، وبعدين بقى افتراق. لما تفترقوا يا هترتاحوا، يا اما هيكون من الفراق ده داء. تمام، ففي كلا الحالتين يعني من الاخر كده هيبقى فيه فراق. ولكن بعيدا عن الشعر ده، وبعيدا عن كل حاجة، أنا من وجهة نظري إن الموضوع ده أنا مش يعني ما حدش يستنى مني إن أنا مثلا أجي أقول لكم إيه صاحبه. يعني مش هشيل أنا نفسي ذنب عشان إيه حتة فيديو ملوش أي 30 لازمة يعني، أو بمعنى أصح هيبقى السيئات جارية ليا. لا طبعا. ولكن انا بديكم نصيحه لوجه الله. انا على فكره انا لا شيخ، وانا بخطئ جدا يعني، بقى عندي ذنوب. تمام، مش اللي هو مش معصوم. ومش هقول لكم بقى ان انا ببص وبغض بصري وبعمل كل حاجه، ولكن في حدود برضو ايه الاعتدال. فما حدش بقى اي يفكر ان انا اي حاجه يعني. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو الموضوع ده بالذات. فانتم ما تخشوا هتلاقوا الموضوع بصراحه هيكون سهل معاكم. سهل ان شاب يكلم بنت في المدرج، او في السكشن اللي هي المعامل. ولكن نصيحه لوجه الله، لما انت تحافظي على نفسك بجد هتصوني نفسك، وهتبعدي عن نفسك كلام كتير وشبهات كتير وحاجات تانية كتير. فدي نصيحة لوجه الله ليكي كبنت. اما كولد فانت عارف بقى اللي فيها يا صاحبي، ويعني اللي هو ساعدنا بعض مرة في حاجة خلاص بقى، اللي هو مش لازم بقى ايه نتكلم واتس ونقعد كتير ومش عارف الحاجات دي. تمام. الكلية من اجمل الايام اللي ممكن تقضوها في حياتكم، اللي هم ال4 سنين دول، او لو على حسب كليتكم هتبقى كام سنة. تمام، ولكن استغلوها صح. استغلوا انكم تعرفوا شباب. انا اعرف يعني شباب عمري ما شفت يعني اتنين دايما مش شباب بيمشوا مع بعض في الكلية عندي اعرفهم شخصيا. آم، يعني وهم اصدقائي. تمام، وعمري ما شفت حد منهم ماشي مع بنت، ومع ذلك ما شاء الله تلاقيهم ماشيين مع بعض رايحين جايين. تمام، جايبين اكل مع بعض، داخلين خارجين. ما يعني دايما لما تلاقي ده تلاقي ماشي مع ده. تمام، فمش شرط يعني ان انا طالما دخلت كليه يبقى لازم امشي مع بنات واخربها واعمل اللي نفسي فيه. ولكن انا قلت لكم اللي عندي. حد بقى ايه لا ده داخل يا عم، ده احنا ما صدقنا نشم نفسنا. خلاص شم نفسك، بس انا مش مسؤول، ومش مسؤول قدام ربنا، لان عمري ما في حياتي ما اشجعك على حاجه زي كده. ومش معنى ان انا بقول الكلام ده ان انا شيخ، او ان انا ايه مش عارف اقولها ازاي بصراحه. ولكن انا شاب زيكم، ولكن بديكم نصيحه. اللي عايز يعمل بيها والله خير وبركه، مش عايز يعمل بيها يبقى اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر فوق دماغه زي ما بيقولوا. تمام. بس ده كان فيديو بسيط كده النهارده. بلاش حد يتشاء، الله يبارك لكم وفككم من جو الافلام، لان بجد لو المشكله دي او الخناقه دي ما اتحلتش هتبقى فوق دماغكم كلكم. تمام، وهتتحاسبوا بجد، لان الكليه ما فيهاش هزار. وبلاش يعني انت عارف بقى يعني اللي فيها، خليك ايه مؤدب ومحترم في الكليه عشان ربنا يكرمك وترتب، وعشان ربنا يكرمك وترتبي. ومحدش ايه يعني بجد لما تبعدوا عن اي حوارات هتلاقي مش مركزين غير في تعليمكم وبس. تمام. والموضوع التالت اللي هو صاحبي ده، هو بصراحة ماشي في طريق. تمام،
يعني مش عارف اقول ايه بصراحة والله، ولكن محدش يدخل نفسه في حوارات. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، فككم من الاسر ملهاش اي 30 لازمة. فككم من الصداقة بقى والحاجات العبيطة دي. تمام، حد محتاج حاجة مثلا، والله مساعدة مرة، مساعدة اتنين، في حدود الادب ووسط الناس كلهم. غير كده بلاش احسن، يعني بلاش بجد والله بلاش. وانا مش بديكم، مش بقول لكم بامركم لا ما حدش يعمل حاجة، ولكن انا بديكم نصيحة من اخ لاخواته. عايزين تسمعوا بيها خلاص تمام، مش عايزين برضو والله كل واحد حر. انا اسف ان كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.